مرحبا، معكم محمد من برنامج فشطول. قبل ما نبلش مواضيع هذه الحلقة، طبعا هي الحلقة الثانية من البرنامج. الحلقة الأولى بصراحة كانت حلقة غير لائقة ولا من أي ناحية. ممكن كان مواضيع مهمة، كانت مواضيع مثارة في الساحة، بس كانت حلقة غير لائقة فنيا. جانا كثير من الانتقادات على هذه الحلقة. طبعا الانتقادات كانت متفاوتة، إيش انتقد باحترام وإيش انتقد بطريقة تعسفية، مش بتلغش بإشي اسمه انتقد. فعشان هيك يعمل انتقدونا مهما كانت طريقتهم معنا وراسنا، ومش راح أعلق على الناس انتقدوا بطريقة همجية أو طريقة تعسفية، لأنه في مرض في المجتمع، مرض اسمه تهبيط العزيمة. أي واحد في هاي البلد بحاول يعمل إشي جديد، في ناس راح يطلعوا مش راح يدعموه ولا في إشي، وإذا ما دعموش راح يظل الناس من عزيمته لحتى يموت الموضوع. إحنا لا حدا راح يهمنا ولا حدا راح يموت لنا موضوعنا، راح يكمل في الطريق هاي إن شاء الله من أحسن لأحسن. طبعا هاي الحلقة راح تكون عن مجموعة من الناس ظهروا في الفترة الأخيرة، طبوا كثير في غزة، حكوا كثير عن غزة وعملوا لغزة، حطوا وقاموا وتعاونوا مع إسرائيل ضد غزة مع إنهم عرب. فعشان هيك قررنا نعمل حلقة خصوصي عشان الناس. طبعا واحد تافه، رويبضة من رويبضات المجتمع. يا عمي والله اسمك لحاله هيك لحاله والله نكتة، المفروض أي واحد يسمع اسمك لازم يضحك عليه. توفيق عكاشة. طلعت في يوم من الايام اطلع على معنى اسمك عكاشة، من عندنا احنا عكاشة اي عكش اي اهبل، بمعنى اهبل اي توفيق الاهبل. انا راح اقول لك كلمتين. توفيق اقدر على هواك، فلسطين فوق مستواك. مين انت عشان تحكي عن الفلسطينيين؟ مين انت عشان تطب في المقاومة؟ المقاومة اعلى منك، والكوفية هذا تسوى 100 راس زي راسك. طيب باللي تحكي عن غزة وعن الغزة وعن المقاومة، شو لك فلسطين يا عمي؟ مين انت عشان تحكي عن فلسطين؟ مين انت عشان تطب فينا؟ ولك انت عارف شو كبيرك؟ بياع بصل او بياع فول في مصر بيشتروا فول كثير، انزل افتح لك بصلة فول او محل فول اشرف لك. مش انا المشكلة، صار بيحكي عن ناس لهم 65 سنة بدافعوا عن شرفه. 65 سنة بدافعوا عن شرفك يا عديم الشرف، يا عديم الاحساس، يا عديم الوطنية. العلوي قال لك اياها قبل هالمرة، اذا مشكك برجولة اي واحد من الشعب الفلسطيني فانا بقول لك تعال زور فلسطين عشان تروح منها حامل افكار غير الافكار اللي في راسك. صف على جنب هسه، هشوف سيادة رئيسك السيسي. عارف شغلة يا سيسي؟ اول ما اسمع اسمك شو بيجي على بالي؟ بيجي على بالي شغلة واحدة، عارف شو هي؟ سيسي بون تاع الولاد الصغار. شوف يا سيسي، في ناس بتحكي انك بتشبه جمال عبد الناصر. بحب اقول لك انه في وجه شبه واحد بينك وبينه، اللي هو بين وجهك وكندرة جمال عبد الناصر، واخريتك راح تقعد على خازوق المقاومه. ولولا انك عميل لاسرائيل ما بتقعد على كرسي الرئاسه في مصر. لو ما بدهم اياك كان زمان طيروك زيك زي غيرك. بحب اقول لك انه في زمن جمال عبد الناصر بقت المصانع تبعت الجيوش تصنع الاسلحه والمعدات الثقيله للحروب، بس على وقتك المصانع عندك بتصنع المعكرونه والفول والحمص. مو اكثر منك تكون حبة بونبون الولد الصغير مش راح يلقى بمقامك. خيانتك العلنية لأهلنا بغزة، تذكيرك مع الرفح، منعك دخول المساعدات، بس هذا تدخل لي وفد الامارات. وفد الامارات خليه على شقة راح نجيب الموضوع. وبحب اقول لك انه لما تبطل تاخذ تسريع لدخول سيناء راح نصير نعتبرك نص زلمه. والله يرضى عرض البلد اللي بتختار فيه في عبده الام المثاليه، ويسرى لو بتشد حيلها بس شوي صغيره احتمال تستلم الازهر. والامارات يا حبيبي على الامارات، والله ما تخاف الا من الساكت يا عمي. هذول 100 سنة ساكتين عمرهم ما عبرونا ولا بشي، كانوا ساكتين بشوية مساعدات كانوا بعطونا اياها، بالاخر طلع زي الحي تحت التبن. فللاسف وبكل اسف بحكيها ان 50 طبيب طلعوا 50 ضابط استخبارات اماراتي جايين يساعدوا اسرائيل. اسرائيل تستغربوش، جايين يساعدوا اسرائيل عشان تعرف اماكن المقاومة ومنين تطلع الصواريخ. يا جماعة الخير، واقف في البلد الا تلفون بنين، ايه بطلع التلفون له غرام. العلاقة بينه وبينه مش طبيعية، شو الدعوة؟ فتحت خط له السلام عليكم وعليكم السلام، بدي اياك عازمك على فطرة. انا حملت حالي شغلت الطيارة تبعتي جيت رايح عليه على الدار. يوم وصلت قال لهم كلهم بعيطوا، امه بتعيط، ابوه بتعيط، حبيبته بتعيط، كله بعيط. شوف يا جماعة شوف يا جماعة، قال رانا انخطف. عادي يا جماعة، حبيبنا اللزم هذا صار في المقاومة. صار ابوي يعيط ويقول لي، وكل يوم قبل ما ينام بقى يروح على الحمام يفرد مشمع تحتيه وحط النونية على جباه كمان. رسالة للمقاومة الله يقويهم على مين عجيهم. ان شاء الله حلوا عن الشعب الفلسطيني وعن اهل غزة وتركونا بحالنا. احنا راح نقيم دولتنا لحالنا،
راح نحل فلسطين لحالنا، راح نسكر الابواب لحالنا برضه. زي ما تركتونا بننزف وبنموت 65 سنة لحالنا، راح نحتفل بنصرنا لحالنا. في الأخير بحب أشكر كل فريق الأعمال التواجد معنا، لكل واحد دعمنا لو بكلمة صغيرة أو بسيطة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم، السلام عليكم. ما تنسوش احنا فلسطينيين.